صباح الخير، عاملين ايه اخواتي الغاليين؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده حبيت كده اشارككم بقى ايه حاجه كده اقتصاديه. اول الفيديو مشتريات انا اشتريتها وحاسه انها هتعجب ناس كتير ان شاء الله، لان هي موفره جدا. بصوا اليومين دول كيس السكر عندنا في مصر غالي. السعر الواحد ماشي ب 45، وفي ناس بتبيعه ب 50 وفي ناس بتبيعه ب 40. انا كنت جايبه ده من كام يوم ب 45 جنيه. بصوا بقى، انا لقيت النهارده جوزي جاب لي كيس السكر دي، فحبيت اقول لكم اسعارها ايه وكده. كيس السكر الواحد ب 27 جنيه ماشي. لو هتاخدي 2 كيسه لازم تاخدي معاهم حاجه. طب موجود فين السكر ب 27 جنيه دون؟ ده موجود في عربيات الوطنيه، شركه الوطنيه، او موجود في اي منفذ من منافذ بيع القوات المسلحه على ما اعتقد، وسعره 27 جنيه وكيلو صافي. بس بتاخدي بقى حاجه مثلا معه، يعني مثلا انا خدت برطمان الصلصه ده لان انا بحتاج الصلصه، بحبها مع المحشي، فجبت 3 برطمانات من الصلصه دي. تمام. وكيس السكر انا جبت منه 4، الواحد ب 27 جنيه. بتهيألي ده اوفر كتير من ان انا اروح اجيب واحد بس ب 40 او ب 45. وكمان جبت ازازه الزيت دي ب 68 جنيه، فبجد موفرين وحلوين جدا. حبيت اقول لكم عشان تستفادوا ان شاء الله بالفكره دي، وتجيبوها، يعني بدل ما تجيبوا كيس غالي تجيبوه بسعر رخيص. وهم هينفعوني الشهر ده والشهر الجاي، لان انا ما بستهلكش سكر كتير. يعني لو انت اول مره تشوفيني اتمنى منك تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس، وكمان تعملي لي لايك وشير عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من المتابعين. وشكرا لكل حد بيعلق لي تحت الفيديو، انتوا كلكم اخواتي وعيلتي التانيه وعلى راسي من فوق. تعالوا بقى ندخل على المطبخ. وكان عندي حبه مواعين كده حلوه، قلت اغسلها الاول قبل ما ابدا ان انا احضر الوجبات واحضر الاكل بتاعنا النهارده، عشان كده اقف وانا بالي رايق. عايزه اقول لكم الحوض بتاعي دون مهما ظبطته وغسلته كل شويه يتوسخ كده، لانه لونه ابيض فبيتبهدل بهدله السنين. المهم انا هوضبه يعني. هغسل بقى المواعين في السريع كده، مش مواعين كتيره. نعم، عاوز ايه؟ تعال اقعد معايا. قول لهم ازيكم يا خالتاتو، عاملين ايه؟ قول لهم بحبكم. يلا قول. لا هو بس بيقول ايه وخلاص كده. المهم طبعا زين قاعد لي، وبرده بيبقى وانا واقفه كده بعمل المواعين او بغسل حاجه بيبقى قاعد تحت الحوض. بس يا زين، بس زين هتقطعوا كخ يا زين كخ. المهم حبايبي الغاليين انا معاكم اهون، بس زين مخليني بصوا مش عارفه اتكلم خالص. زين بقى حاجه فظيعه، مجرم جدا جدا. ال 24 ساعه عاوز ماما معايا، ما يتعملش اي حاجه في الكون لما خلاص يعني. المهم انا هنا قلت لا هعمل. هو بقى يقعد يلعب تحتيها كده، وعمال يشد في الحاجات ويشد في الموبايل ويشد في الحامل بتاع الموبايل وكل حاجه. بس قلت له مش هيأس وهغسل المواعين برده، لان انا لسه ورايا حاجات كتير هعملها ان شاء الله. والولاد كمان طالبين مني حاجات اعملها لهم، فانا لازم بقى ايه اعمل، حتى لو هو هيقعد يعيط شويه مثلا او كده، او يقعد يلعب جنبيا، فلازم اقوم اخلص اللي ورايا واشوف اللي ورايا. السن بتاعهم ده جميل بصراحه الحمد لله. بعد ما جبت زين ربنا يحفظه ويحميه يا رب، قعدت اقول ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ ايه اللي عملتيه في نفسك يا فوزيه؟ سامعين؟ بصوا يلا قول له التات. لا 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 لا، قول يا قول. طب بص قول لهم عصفوره، قول عصفوره. لا عايز ياكل المايك في بقه. لنا الله والله العيال الصغيره دول عايزين لهم جبل كده صبر والله وصحه الحمد لله. ادعوا لي كمان يا حبايبي كتير كتير. كنت تعبانه قوي والله العظيم، يومين صعبين قوي عليا. طبعا انا كنت بتعالج من ارتجاع المريء وكده، فبدات اخف منه من فتره. عايزه اقول لكم بقى رجع لي تاني دلوقتي لما بطلت الدواء من فتره، رجع لي اسوأ من الاول. يعني الموضوع زاد بقى جدا. قعدت يومين بطني بتتقطع وحياه ربنا مش عارفه من ايه. قلت خلاص هكلم الدكتور، كلمته ادالي الدواء وكده وقال لي خديه ومش عارف ايه، ولو ما اتحسنتيش تيجي لي العياده وكده. فالحمد لله خدت الدواء كورس كامل كده علاجي، وجبت كمان دواء زياده يعني عليه، والحمد لله انا بقيت احسن. فانا عايزاكم دايما تدعوا لنا كده بالصحه وصلاح الاحوال، عشان ربنا يا رب يبارك لنا في صحتنا وفي ولادنا كده. ولكي بالمثل الدعوه يعني ربنا الملائكه وربنا بيرددوا ولكي بالمثل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كنت بشطف في الحنفيه، وعايزه اقول لكم يعني هي الوصله اللي فيها دي غريبه بس ما علينا. الفلتر بقى ده انا كلمت عليه ابو سيف يجي 600,000 مره، قلت له علقه لي على السيراميك من فوق، لانه حطيته على الرخامه دي بتبهدله قوي. قال لي حاضر ماشي وهبقى اعمله لك، ومفيش خالص فايده والله. انا زوجي زي اي زوج مصري اصيل، يعني تقولي له على الطلب بعد 20 سنه يعملوا ان شاء الله. بصوا الانتريه العيال، بصوا عملوا في ايه. بصوا ايه رايكم في المفرش بتاع رمضان اللي حطيته على الشباك دون؟ قلت كده استمتع كده باجواء رمضان قبل ما تيجي، يعني احاول ابدا كده افرش في الشقه واحده واحده لرمضان، عشان زين مش هيسيبني اعمل كل حاجه مره واحده. انا عندي الزينه بتاعت السنه اللي فاتت عيناها ان شاء الله، هعلقها وهعلق الفوانيس وهظبط الدنيا.
هنا بقى كنت بروق الكفر وبلم الاوراق اللي الولاد رامينها على الارض وبظبط المكان يعني. لان الولاد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله انفجروا في المكان. بصوا برضو في دماغي ان انا يعني انجد الانتريه ده اغيره او اجيب ركنه، لان الاوضه دي صغيره. طبعا الانتريه ده كان بره، في الانتريه لما كان واسع كده ما كانش باين. يعني انتوا طبعا فاكرين الانتريه القديم بتاعي كبير جدا، الريسبشن كان كبير قوي. المهم ما علينا، ابو سيف طمع فيا واخده يعني. روقت بقى كل الانتريه وشلت الورق كله ورميته في الزباله اللي كانوا رامينه على الارض. وبعدين لقيت الحيطه بصوا من ايدين ولادي متبهدله كليا. جبت بقى شويه كلوريكس الوان وشويه من الاريال اللي انا عاملاه الجل دون، وبدات ان انا ادعك الحيطه كده بالليفه الناعمه بالراحه واحده واحده علشان خاطر الدهان ما يتخدش او يتخربش. وطبعا كانت بتنضف طبعا لان ده لون فاتح. خليت فرح برضو تساعدني، فرح بتحب الفقره دي قوي يعني. فرح ممكن طول اليوم تقعد تغسل كده وتنضف، بتحب هي الحاجات دي، بتحب تغسل المواعين. تصدقوا بقى؟ يا رب يا فرح تفضلي كده حتى لحد ما تكبري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى ايه، انا مش عارفه سيف انت بتعمل ايه، بتصور السقف؟ ما علينا. المهم سيف كان بيلعب وهو بيصورني، انا قلت له صورني ويا ريتني ما قلت. فضلت ادعك فيها كده كتير، وبعد كده جبت فوطه قطن عشان اعرف امسح بقى والمكان يبقى نظيف. عايزه اقول لكم بجد فرقت جدا، الحيطه شكلها بقى جميل جدا جدا ما شاء الله. هنا بس ده يا جماعه ده تقشير، اللي في الحيطه ده تقشير مش وساخه او مش تبطيع من ايدين الولاد، بجد المكان بقى زي العسل. هنا برضو نظفت بقيه المكان. بصوا زين مش مرتاح خالص جنبي. المهم انا خلصت كل حاجه، بس يا زين بتعمل ايه؟ زين طالع لي في مطلوع كده بيقعد يعمل ببقه حركات كده، بيقعد يتفتف ويعمل حاجات غريبه ربنا يهديه. المهم كل المكان بصوا يا جماعه والله كان متوسخ بطريقه، الحمد لله على كده يعني. يلا بينا بقى نروح على مطبخنا ونشوف. طبعا همسح كل المكان ده وهخليه لكم قمر. المهم تعالوا بقى، الولاد طلبوا كيكه البرتقال الجميله دي، فهعملها. هنا معايا نص كوبايه من عصير البرتقال، وهزود بقى لبن يا جماعه، ومعايا بشر البرتقال وقشر البرتقال مش هنرميه، هنعمل بيه حاجه حلوه قوي. ومعايا بقى يا جماعه كيس بيكنج باودر وفانيليا، ومعايا 3 بيضات، ومعايا 3 كوبايات من الدقيق اللي حاجه الا نص كده، يعني كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. انا مش عارفه لسه هحتاج دقيق تاني ولا لا، ممكن ازود نص الكوبايه وممكن اكتفي بهذا القدر. ومعايا كوبايه من السكر، وهحط شويه من الزيت وبس كده. ومعايا 3 بيضات. اهم حاجه هضرب البيض كويس، وبعد كده هحط معاه الفانيليا، وبعد كده بقى هحط السكر وهحط الزيت وبشر البرتقال. ده هيودي لك بقى الكيكه دي في حته تانية. الكيكه دي من احسن الحاجات اللي الواحد بجد يعني ايه جربها، بتخلي الواحد كده يستمتع بالشتاء وكده. حطيت بقى 3/4 كوبايه كمان من الزيت وضربتهم كويس قوي في الخلاط. بعد كده جبت الخليط بتاعي ونزلت عليه بقى بالدقيق واحده واحده كده عشان خاطر ما يكتلش معايا. وطبعا يفضل ان انت تنخلي الدقيق كذا مره علشان خاطر لو في حتت مكلكعه. قشر البرتقال ده هنعمل بيه معطر ومطهر ومعقم وكل حاجه في البيت ان شاء الله. بناخد قشر البرتقال وبنحط عليه نص كوبايه من الخل وشويه صابون سائل وبنسيبه بقى منقوع، وكمان شويه ميه دافيين. بنسيبه منقوع قد ايه يا اخواتي؟ بنسيبه منقوع حوالي 3-4 ايام، وبعد كده بناخده نستخدمه ان شاء الله. هبقى اجربه معاكم وهنضف بيه الرخامه وكده. جبت بقى شويه من البيكنج باودر، وبعد كده حبايبي هقلب كله مع بعضه وكده. الخليط جاهز معايا. الخليط بتاعي بقى بيكون ايه؟ بيكون لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، بس بجد هيبقى حلو ان شاء الله وهيطلع احلى كيكه. جربيها. هنجيب بقى صينيه مقاس 24 او 20 او 22، تنفع الكيكه بجميع المقاسات، وهنحطها فيه. الفرق بس انها الارتفاع بتاعها ممكن تبقى مرتفع قوي، ممكن تبقى مرتفع نص نص على حسب يعني مقاس الصينيه. طبعا في قرد صغير جه ساب البرتقانه هنا كلها وسابها. بصوا هي اتحرقت حته من فوق بس ما علينا ولا كاننا شايفين حاجه. طبعا ده بسبب زين يا جماعه مقعدني جنبه. عايزه اقول لكم شغلت الاضاءه، بصوا شكلها قمر وريحتها بقى قلبلنا المكان. عايز حته؟ زين بيقول لي حته حاضر، اقوم اعمل لك واحده. نشربها بقى على الفطار مع شاي بلبن، تشربيها بالليل مع الشاي بلبن بعد العشاء، يعني هي تنفع في اي وقت وبجد حلوه قوي. يعني انا بصراحه بعشق الكيكه دي، جميله قوي يا جماعه والله. مع كوبايه الشاي بلبن دي بتروق المود كده والاعصاب. بصوا شكلها قمر وهشه وجميله قوي ولونها كده جميل. بشر البرتقال خلى ريحتها قلبلنا المكان كله، يعني لدرجه ان جارتي خبطت عليا قالت لي يا ام سيف في ريحه كيكه حلوه قوي. قلت لها من عينيا، نزلت لها طبق. فبجد هي جميله، جربوها ان شاء الله يعني هتعجبكم. بشر برتقال بشر يوستفندي الاتنين مش هيقولوا لا، بس هي فعلا حلوه. تعالوا بقى نشوف احنا برضو هنشتري ايه، عشان النهارده هنحضر حاجات حلوه قوي. حبايبي دلوقتي بقى بصوا هعمل ايه حبايبي الغاليين. انا حابه اشارككم كل حاجه لايف النهارده. ده دواء بتاعي ما علينا. زين بيلعب بيه. بصوا النهارده هعمل وجبات، هعمل 5 وجبات. جبت ال5 وجبات؟ حضرت 5 توراق حجمهم كويس
وخدت عليهم كبده هديه، الخمسه ب 170 جنيه. وجبت 2 كيلو رز بكيلو الواحد ب 30 جنيه يا جماعه. جبت كيلو للوجبات وكيلو ليا في البيت ان شاء الله. يلا بينا بقى نروح نجهزهم ونسويهم وافرجكم عليهم. اليوم ده بصوا بيكون يوم محبب لقلبي جدا يا جماعه. هنا شوحت الفراخ وغسلها حلو قوي يا جماعه بالطحينه والملح والدقيق والليمون. بشوح بقى الفراخ تشويحه حلوه كده، وبعد كده بضيف عليها الشوربه بتاعتها او الميه. بصوا هنا بقى لقيت جوزي جايب لي عيش الغراب اللي هو المشروم، وجايب لي بقى بصل وفلفل، وجايب لي كبده قال لي اعملها لنا كبده بانيه. قلت له خلاص ماشي. تبلتها وحمرتها يا جماعه بالدقيق والرده، وبعد كده بقى رحنا نتغدى علشان خاطر نجهز الوجبات سريعا كده. بنعملها سندوتشات في العيش الجميل ده عيش البطاقه بتاعه التموين، وبقى عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. طبعا النور قاطع، احنا مشغلين الفلاش بتاع الموبايل، ما لحقتش اعرف اغسل الصينيه لان احنا كنا مفطرين عليها وكده، فانا قلت بقى هصور معاكم وامري الى الله في الضلمه مش مشكله. المهم اخواتي هنا عملنا بقى مع سندوتشات جميله من الكبده البانيه دي، ومعاها خيار وطماطم وطحينه وشويه مخلل كده حلوين، عشان يعني ايه بقى نتغدى في السريع وننزل نودي الوجبات دي. الوجبات دي على نفقتنا الشخصيه مش نفقه حد يعني يا جماعه. وساعات جارتنا بتشاركنا فيها لو حبت او كده، يعني ممكن هي اللي تدفع كل الفلوس واحنا ممكن نتقاسم فيها. الوجبات هنا خلصت، وانا كنت عايزه اقول لكم قسما بالله بعد ما عملت معاكم الفيديو وصورت معاكم الوجبات دي، انا شفت يوم ما يعلم به الا رب العباد. رخر جوزي اللي هتلاقيه بيعبي الاطباق وكده، والله الذي لا اله الا غيره، انا يا جماعه كنت بموت. قعدت اعيط من الالم اللي في بطني، كنت تعبانه بطريقه غير طبيعيه. الحمد لله يا رب على نعمتك وفضلك يا رب، الحمد لله انا دلوقتي خفيت شويه. فدعواتكم ليا يا جماعه والنبي بالصحه والشفاء والستر ويخلي لي ولادي. المهم هنا الرز بقى جوزي بيطلعه، عمال يطلع بالعافيه كده فيه، يا عم يلا طلعه في السريع كده في ايه. كتر خيره والله ان هو بيعمل، وهو اللي هينزل برده يوزعها. احنا عملنا 5 وجبات و5 اوراق، وطبعا قايله لكم التفاصيل كلها في اول الفيديو. اللي حابب يشارك ويعمل يا جماعه يعمل، اعملوا يا جماعه، الحاجات دي بتفرق. لو حتى هتعملي ورك واحد في الطبق ده، الطبق ده مش غالي. جوزي اللي كان جايب لي مجموعه، فهاتي لك من الطبق ده او الطبق الفل العادي خالص اللي هو ما بيتقفلش، وبغطيه بفويل. واعملي حتى لو يا جماعه يعني شويه رز وورك فرخه، شويه كشري وبيضه، شويه كشري وبطاطس، اي حاجه عندك اعملي. اليومين دول صعبين على كل الناس، مش هتفرق اي حاجه. البوست الناس بتتنشأ على اي حاجه، والله الناس يعني ربنا يكون في عونهم، ويا رب يعطي كل محتاج يا رب، ويا رب يرزق كل الناس الخير. هنا الفراخ انا بعد كده حطيتها تحت الشوايه، خدت لون كده بس خفيف، وما رضيتش ان انا ازود اللون عشان ايه ممكن الناس ما تحبهاش تكون ايه محمره قوي. وبعد كده حطينا اللي هي المعالق البلاستيك دي برضو كنا جايبين منها مجموعه، وهنقفل بقى الوجبات بتاعتنا ونروح نسلمها. اتمنى يا رب ان الفيديو ده يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى اخوات في الكون وفي الدنيا.